السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة عاملين ريفيو على الديب فريزر كريازي اهوت. لو انت عندك الديب فريزر عامل زي كده اصفار، ما تقلقيش، هو ما بصش ان شاء الله. هقولك تعملي ايه. وعامل كمان اللي هو علامة الجرس والميكروفون كده. خلاص انت تقولي كده الديب فريزر بتاعي باظ، لا ما بصش ان شاء الله. تقولي الديب فريزر خلاص باظ كده وهتصل على الصيانه، لا ما تتصليش على الصيانه، وانا هعرفك دلوقتي تعملي ايه. وان شاء الله هعرفك برضو من خلال الزراير ديت هنظبط معانا الدرجه بتاعه التبريد وكل حاجه. اول حاجه هنفصل الديب فريزر. فصلت الديب فريزر بتاعي عشان اعرف اشتغل براحتي، وطلعت كل الادراج عشان الحاجه كلها فكت، فحطيتها في الفريزر بتاعي اللي هو العادي اللي هو ده. ادي كده فكيت اهو. شوفي كمية التلج اللي جوه هنا. بص تلج قد ايه اهو. هنا تلج اهو، وهنا جوه هنا تلج، وهو تلج اهي. خلاص سيبيه افصليه من بالليل وسيبيه زي كده. بص التلج ده كله مليان تلج هنا معانا، وهنا برضو اهو، وعلى المواسير تلج برضو اهو. شايفين التلج ده كله؟ ده كله التبريد ده كله التبريد، مش عارف ان يوزع على الفريزر. بصوا، فهنعمل ايه بقى؟ انا هسيب بقى الديب فريزر كده من بالليل، ما تستعجليش عليه، سيبيه يفك التلج براحته. ماشي. شغلي بقى اي مروحه ستاند كده عندك قصاد الديب فريزر كده، واي تلج فيه هيسيح. ولو عايزه تجيبي حله ميه زي ما هعمل دلوقتي معاك، عشان بس اعرفك بس الديب فريزر نعمله مع بعض ازاي. هنغلي حله ميه وهنسيبها هنا. انا هغلي حله ميه وهرجع لكم. انا كده غليت كده حله ميه كده سخنه اهي. البخار بقى اللي هي تطلع من الحله على التلج اللي هنا في الاخرام دي، في هنا تلج ماشي، وورا هنا برضو في تلج. فالبخار هنا هسيحنا كل اي حاجه. وانت برضو من احسن برضو انك تفصليه من بالليل وتشغلي عليه مروحه كده ستاند كده، او سيبيه كده لو عندكيش مروحه يعني. سيبيه من بالليل افصليه خالص زي كده. لو انت خايفه الحاجه تبوظ منك، خلاص اعملي الحله دي. لو انت عايزه تاسرعي يعني في التلج ان هو يسيح، تعملي كذا حله، يعني حلتين، حله هنا وحله هنا، هسيح برضو معانا هنا. خلاص لو انت مش مستعجله عليه سيبيه يسيح براحته. وبرضو اعملي الحله زي كده واقفلي عليه، وهو ايه هيسيح كل التلج اللي هنا. خلاص. فانا هسيبه كده يسيح كل التلج اللي عليه كده، وهرجع لك تاني. زي ما انتوا كده شايفين كده كل التلج اللي عندي هنا ساح، وكل التلج اللي جوه، وهنا كمان اهو. دي كلها ميه. بصوا كميه الميه اللي نزلت قد ايه. تلج بعد ما ساح نزل ميه قد ايه. اهم حاجه تجيبي اي حته كده قديمه عندك، امسحي كل الميه كده. اي فوطه عندك كده امسحي الميه الاول قبل ما نصبن. خلاص كده انا خلصت كده كميه الميه اللي هي وقعت من التلج اللي هو فاكك من هنا. خلاص مسحت كل الميه كده، وادي الميه اهي كلها اهي. بص الميه قد ايه، يعني التلج بعد ما فك بص الميه قد ايه. التلج ده يا جماعه عمره ما هيتلج معانا الحاجه في الفريزر، بيسد اي حاجه التهويه اللي هي بتاعه الديب فريزر. فعشان كده كل فتره، يعني لو كل شهر كده اغسليها، ما تخليهاش تسد كده التلج كده على طول ايدك فيه. انا عملت كده سيبته يتلج كده عشان اوريكم ديب فريزر يتعمل ازاي، وعشان ما اسيبهوش يبوظ كده الحاجه معانا في الفريزر. خلاص انا كده بقى جبت كده حبه ميه كده بحبه اريال عشان اغسل معانا الديب فريزر كده من جوه. خلاص كده اجيب بقى كده ايه حبه الاريال بالميه زي ما قلت لكم، سلكه كده
اغسلي كده الديب فريزر من جوه بس بالراحه. اوعي تيجي جنب السلوك اللي هي ديت. اغسلي بس اللي هو الفبر بس ده كده، بس كده، عشان ايه؟ لو في اي حاجه اي ريحه كده تطلع من الفريزر مكان ما فك مننا، الميه ما تعملش ريحه جوه الديب فريزر. اهم حاجه اغسلي كده بالراحه، ما تجيش جنب اي مواسير اللي هي دي كده. انت تغسلي بس الفبر اللي هو ده من بره كده، خلاص. والجناب برضو اللي هو كده بتاعت الرفوف، وبالراحه برضو تغسلي هنا كده كده. ما تدخليش ميه في الفتحات دي، عشان لو دخلت ميه هتجمع معانا تلج تاني وهيعمل نفس ما عمل معانا الديب فريزر وتلج. خلاص، فصبن كده وهرجع لكم. انا كده صبنته من جوه كده وخلصت كله، وشلت اي صابون اي ميه اي حاجه، وخلاص خلصته كده. سيبه يتهوى على ما اغسل الادراج واغسل الرفوف بتاعه الديب فريزر. خلاص يا جماعه، انا اهوت غسلت كل الادراج والرفوف وركبتهم اهوت زي ما احنا شايفين كده اهو. هشغل بقى الديب فريزر وهرجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، لما تيجوا تشغلوه هتعمل لك رقم 18 19 20، وتلاقيه هينزل لحد كل شويه ينزل درجه 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 لحد ما يوصل لحد 13، وبرده هينزل لحد صفر. ما تقلقيش. خلاص، انت لما تيجي تشغلي الديب فريزر وتسيبيه شغال، الدرجه بتاعه التبريد اهي هتدناها تنزل. ما تقولوش بقى ان هو باظ، لا انا هعمل ايه تاني، تسيبيه براحته هينزل لحد صفر، وبعد كده هيرجع تاني يشتغل. بعد اهو كان 13 كان 14 بقى 12. بص هيدنه يعد معاكي، هيدنه ينزل خالص لحد ما يجيب لك علامه الاصفار. وبعد ما لما هو بقى يتلج، لما التبريد يشتغل جوه هيرجع يعمل تاني من اول واحد وهو طالع لحد ما يوصل للرقم 24 22 لحد ما يتلج معانا الحاجه. فما تقلقيش لما تلاقي درجه الحراره كده اللي هي التبريد بتاعنا الدرجه اهي، لما تلاقيها بتنزل ما تقلقيش هو ما بصش معانا، لا سيبيه خالص ياخد براحته ياخد وقته لحد ما يطلع درجه التبريد بتاعه اللي هو يتلج معانا الحاجه. خلاص اتفقنا كده اهوت. انا معاك اهي لحد ما ينزل لحد الاصفار عشان اوريكي فعلا هو بينزل ولا لا. هو بينزل لحد كده. انا هفصل الفيديو وهرجع تاني لحد ما يوصل للصفر علشان ما اطولش عليكم الفيديو. بقى اظبط درجه التبريد بتاعي. عندك كده زي 3 زراير كده اللي هو ساعات بتبقى في الديب فريزر 3 زراير ديجيتال كده اللي هو زي شاشات هنا. بس هو ده جاي كده، ده الحديث جاي كده 3 زراير بس. خلاص اظبط ازاي بقى درجه التبريد بتاعي وهعرف ازاي ال3 زراير دول ايه، دول بتوع ايه. اول زرار اللي هو ده بتاع السوبر اللي هو بيسرع عمليه التبريد بتاعنا. لو انت عندك الحاجه فكه وعايزه ان انا اسرعها في التبريد، هنا زي مدي كده علامه النجمه، انا هتكلك عليها اهو. اول زرار اهو اهو، ده مدي اهو اول زرار عملناه نفس اللي ما قلتلك. ده بيسرع عمليه التبريد بتاعنا لو الحاجه عندنا فكت. ده هيخليها تأسرع في الايه في التلج، يعني يتلجوا على طول، يعني هيتلج معانا الحاجة على طول. الزرار ده هيفصل لوحده بعد ما يتلج معانا لمدة 12 ساعة. بس يا جماعة انا ما انصحش اي حد يشغله. ليه مش ما انصحش تشغليه؟ علشان هو بيحمل على الكباس اللي هو على الموتور بتاع الديب فريزر علشان يتلج الحاجه. لا، عشان ما تلجش الحاجه ابوظ الديب فريزر. دلوقتي الديب فريزر يا جماعه غلي، دلوقتي عدى والحاجه بقت غاليه، وحرام ان انا احمل على الموتور ان هو هيأسرع معانا في الوقت بتاع التبريد عشان يسرع معانا التبريد، ما ابوظ الديب فريزر حرام. لا افصليه اهو. خلاص انا فصلته كده، حرام عشان ما يبصش معانا. سيبيه هو هيتلج مع نفسه وان شاء الله واحده واحده هيتلج معانا.
خلاص يبقى اول زرار ده عرفنا بتاع السوبر اللي هو بتاع التبريد. خلاص بقى كده ما نجيش جنبه. كده معانا كده تاني زرار اللي هو بتاع الليفن اللي هو بتاع التبريد. نظبط درجة التبريد بتاعنا ان هو نظبطه من 1 ل2 ل3 ل4 ل5 اهوت. ادي التاني زرار اهو، هدلنا نتك عليه لحد ما نجيب الدرجة اللي انا عايزاه. ادي كده 4 كده 5 كده يرجع 0 تاني كده 1 كده 2 كده 3 كده 4 كده 5. لا انا انصحك برضو انك تعمليه على 3 او 2، بس انا بحب اظبطه على 3 عشان يعني يظبط لي الحاجه اللي في الديب فريزر، يتلج لي الحاجه في المعقول حلو يعني. لو انت عايزاه اللي هو الرقم 2 هيتلج لك الحاجه بس هيبقى حلو. انا ظبطت كده معانا على 3 هيوصل لدرجه الحراره سوري التبريد بتاعنا هيوصل لحد هنا 24 23 بيدنه يقل وبيطلع مع نفسه. فانت كل ما تطلعي في درجة التبريد اللي هو 3 وال4 وال5 هيعلى معاكي، بس انصحك برضو خليه على 3. هو معاكي ال2 ل3 بس خليكي على 3 زي ما قلتلك. طب الجرس ده مش عايز يتشال ليه ولا الميكروفون؟ الجرس ده مش هيتشال لحد ما يظبط معانا درجة التبريد، وبعد كده ده كله هيطفى. خلاص فادي هو بيعد معانا اهو، بدأ يعد معانا 1 اهو وانت طالعة، وان شاء الله هيعد معاكي. وما تقلقيش وما تستعجليش في التبريد بتاعه، سيبيه براحته. اهم حاجة سيبيه بعد ما تغسليه زي ما احنا عملنا كده، سيبيه خلاص يهدى خالص وبعد كده تشغليه. خلاص كده عرفتك على الزرار اللي هو الاولاني سوبر اهو، والليفن التاني اهوت التاني ده. التالت ده ايه بقى؟ الزرار التالت ده اللي هو الجرس الانذار. لو انت فاتحه الباب ونسيتيه او بتجيبي حاجه من الديفريزر وعدى الوقت بتاع الديفريزر ما قفلتوش، بيدانوا الميكروفون ده بيسمعك اللون صوت الجرس. انا هتكلك عليه دلوقتي اهو، ادي اهو اتك عليه الميكروفون خالص اختفى اهو. فبرضو خليكي ده احسن امان للديفريزر عشان ما يبصش معانا. فلما تتك عليه زي كده الميكروفون بتاعه اهو هيبان زي كده، فخليه الزرار دوت قايد على طول اللي هو شكل الميكروفون ده اللي هو تالت زرار، علشان لو انا فتحت الديفريزر ونسيته او اي عيل صغير او عيالنا زي كده فتحوا الديفريزر من غير ما تاخدي بالك، ده بيديكي زي انذار، بيدنه زي زماره كده، بيدنه يرن يرن لحد ما تسمعيه. فخليكي احسن حاجه ده قايد. وادي درجه التبريد خليها على 3. اما الجرس ده بعد ما يدي الكفاءه اللي هي بتاعت التلج اللي هو اللي هيتلج معانا الحاجه، الزرار ده اللي هو الجرس ده هيختفي معانا. خلاص يا جماعه، فان شاء الله ما تقلقوش، وان شاء الله بعد ما يدي درجه التبريد الرقم اللي انا قلت لكم عليه برضه هصوره لكم وهنزله لكم. زي ما قلت لكم يا جماعه، هو كل ما بيطلع في التبريد ادي وصل معانا الرقم 9 اللي هو علامه الجرس اهوت اتشال بعد ما رفع معانا اهوت التبريد بتاعنا ل9 اهو. كان واصل معانا ل1 و2، رافع تاني لحد 9 اهو، هيضل يرفع لحد ما يجي الرقم 24. العلامه بتاعت الجرس خلاص اتشالت. اما الميكروفون ده مش هيتشال علشان احنا زي ما قلنا مع بعض كده تالت زرار بتاع ده الالارم اللي هو بتاع الميكروفون اللي هو بتاع الانذار. فده ما تفصلهوش، ده ما تفصلهوش. لو لقيت الميكروفون هنا مطفي اتك على الالارم ده تالت زرار، اتك عليه وهينور معانا زي ما قلتلك الميكروفون ده. خلاص السوبر ده زي ما قلتلك اللي هو بتاع النجمة اللي هو هنا ده، لو احنا اتكينا عليه ونور ده هيعمل عملية تسريع اللي هو الحاجة اللي معانا في الديفريزر يتلج معانا. فاحنا مش عايزينه، فاوعي تشغليه يعني زي ده اول زرار ما تجيش جنبه خالص.
تاني زرار اللي هو ده الليفل ده، ده زي ما احنا قلنا هنثبت معانا اللي هو بتاع التبريد اللي هو رقم 3 لحد يوصل معاك ال5. لو انت عايز الحاجة معاك تتلج قوي اهي، هيوصل معاكي لحد 5، هيوصل معاكي التبريد قوي عالي، بس انصحك فخليكي في 3 احسن حاجة. خلاص انا صراحة بظبطه على 3 بيبقى حلو قوي معايا وبيتلج لي الحاجة والحاجة متلجة. عايزة تظبطيه على 2 خليكي على 2، بس انا برضو بحبه على 3. خلاص يا حبايبي، زي ما كده ما قلت لكم، كل شهر كده امسكوا الديب فريزر صبنوه وسيبيه بالليل يفك كده الحاجه كده التلج اللي جوه. واهم حاجه درجه التبريد زي ما قلت لكم اظبطوها، وما تنوروش خالص النجمه، وخلي الميكروفون كده قايد زي ما قلت لكم. ان شاء الله هيطلع لحد 24 زي ما قلت لكم. وفي الاخر هحط لكم صوره كده اخر الفيديو، هحط لكم صوره عشان تلاقوا كده ال 24 مكتوبه ولا لا. خلاص يا حبايب قلبي، عجبوا بقى الريفيو بتاعي بتاع الديب فريزر كريازي اهو. لو عجبكم يا حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكومنت كده حلو، واحلى لايك احلى اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه. سلام.